ومرحبا بكم في قناة ملتاج، قناة ديالكم. ما تنسوش تدعموني بلايك وبارطاج لا فيديو. الحلقة في البرازيل سيدي عليكو سابا بابي فيلهو عضو مجلس مدينة كانديرو مينديز البرازيلية شد رشوة بنحو 300 ألف ريال برازيلي، وسيدي وشدها من أجل باش يتنازل على المنصب ديالو، ولكنه قرر يوزع هذا المبلغ ديال الرشوة على المواطنين من شرفة المنزل أو الدار ديالو. هادشي عجيب غريب ياكو. نجيو النيجر اللي كتسود فيها واحد الحالة ديال الترقب، وخصوصا بعد الانهاء المهله ديال الاكواس. وفي العاصمه نيامي شكل شباب اللجان الامنيه واحد تحسب لتدخل عسكري او مخافه تدخل عسكري محتمل اللي تقدر ديرو القوات ديال الاكواس. وأفرد اللجان نقاط تفتيش مرورية في الشوارع وفي العديد من التقاطعات، وأرسلت السلطات النيجيرية قوات إضافية إلى المناطق الحدودية مع النيجر وبنين. ونشوفوا الخطاب ديال الرئيس المخلوع. Informe l'opinion publique nationale et internationale que des informations concordantes actuellement en sa possession indiquent que des forces d'une puissance étrangère s'apprêtent à agresser le Niger et son peuple, en coordination avec la CEDEAO et des groupes armés terroristes. Le Conseil national pour la sauvegarde de la patrie met en garde la CEDEAO à la solde de cette puissance étrangère contre toute ingérence dans les affaires intérieures du Niger, ainsi que les conséquences désastreuses de cette aventure militaire sur la sécurité de notre sous-région, sa stabilité et l'unité de notre communauté. وقال أيضا الوزير الإيطالي أنطوني تاياني: ندعو دول إكواس إلى تمديد مهلة ممنوحة للمجلس العسكري في النيجر لإعادة الرئيس المعزول إلى مكانه. التي أعطتها أكواس للنيجر كملات، وبداية تفاقم الضغوط الإقليمية وحتى الدولية على المجلس الوطني بنيامي. وأنفسر لكم أشنا هي الأكواس. الأكواس كتكون من 15 دولة اقتصادية لغرب إفريقيا. إكواس كتسلح عسكريا بقدرات 8 منها فقط، وهذا الشيء كامل وفق تقرير صادر عن كلوبر فاير باور اللي كتسمى بالأكواس. ونهضر لكم عليها بالترتيب: نيجيريا، النيجر، غانا، مالي، بوركينا فاسو، السنغال، سيراليون وبنين. على مالي والنيجر وبوركينا فاسو كيعارضوا أي تدخل في شؤون النيجر، وكيعتبروه أنه إعلان حربي ضد النيجر. هاد الدول القوات العاملة غتكون 184 ألف جندي أو عسكري، و135 ألف منهم من نيجيريا. الميزانية العسكرية هي 4.1 مليار دولار و3.4 مليار دولار نيجيري. كتقدر الإمكانيات ديال هاد الدول ب197 طائرة حربية و179 دبابة و18 ألف مدرعة و30 مدفع ذاتي و365 مدفع مقطور و58 راجمة صواريخ و170 وحدة بحرية بحسب إحصاء بيان سور كلوب فاير باور. هنا كيبان لينا أن نيجيريا عندها قوة عسكرية. إفريقيا إلى روسيا، وبالضبط الحرب الروسية والحرب الروسية الأوكرانية. مقتل 7 أشخاص إثر ضربتين صاروخيتين روسيتين على وسط مدينة بوكروخس الأوكرانية. ومن الجانب الأوكراني أن مدينة كييف أصبحت مطوقة بالمسيرات، ومن الصعب دخول المسيرات الروسية إليها، وخاصة أن الدفاعات الأوكرانية تقول أنه يتم إسقاط المسيرات الروسية قبل الدخول إلى حدود كييف. أمس استهدف قصف روسي
بلدة في مقاطعة دنيسك، وإدارة الطوارئ قالت أن عدد الإصابات ارتفع أكثر من 88 إصابة، وقرابة 7 قتلى باستهداف صاروخي استهدف مبنيين. والجيش الأوكراني قال أنه تصدى لقرابة 37 هجوم لشرق وجنوب أوكرانيا. إلى الجانب الروسي، وموسكو بدورها كتخوض حرب أيضا من أساليب الحرب الحديثة. وتعلم موسكو أنه في ظل هذه التحديات والظروف الجديدة عليها أن لا تكتفي بالموجود وبالتقنيات التي تستخدمها، وعليها تعزيز الصناعة ديالها وصناعة المسيرات والتقنيات اللي عندها، وخصوصا وأن الجانب الأوكراني وكما تقول موسكو يحصل على تقنيات متطورة من الداعمين ديالو في الدول الغربية ومن الجانب التركي أيضا. وموسكو مهتمة بزاف بهذا الجانب، ومن هنا تكمن أهمية الاجتماع الرئيس الروسي مع مؤسس الشركة والمدير ديالها روستيخ للصناعة العسكرية الروسية. وركز هذا الاجتماع حول هذا النوع من الأساليب الجديدة. فبذلك كتبدأ موسكو على ما يبدو في هذه المرحلة المقبلة إلى تطوير قدراتها في الإطار ديال المسيرات والطائرات من دون طيار، وهذا تماشيا مع البيانات ديال الدفاع الروسية، ومن أن هناك استهدافات دقيقة لمواقع عسكرية وبنيات عسكرية في أوكرانيا. شيء دار أو تقرر بدءا من أن الجانب الأوكراني يستخدم مسيرات لاستهداف مواقع عسكرية روسية، بالإضافة إلى مواقع كما تقول موسكو أنها سكنية بحتة في العمق الروسي موزعة بين مناطق جزيرة القرم ومقاطعات روسية قريبة لأوكرانيا كالكورسك. وفي مقاطعة الكورسك كتقول روسيا أنها تصدت لمسيرتين أوكرانيتين خلال الساعات الماضية، وبات بعضها كيهدد العاصمة موسكو. وبهذا الشيء كامل موسكو حتى هي كتاخد بالدور ديالها حرب ومن أساليب الحرب الحديثة. هي آخر الأحداث الإخبارية اللي وقعت في العالم. كنتمنىكم أنكم تستفدوا وتكون عجبتكم قناتي وتكونوا تستفدوا خصوصا من القناة ديالي. توا ما تنسوش ديروا لي لايك وتعملوا لي ابوني، وفي قناة مولا التاج القناة قناتكم، وكنقول لكم أمسية سعيدة وإلى اللقاء إلى أخبار إن شاء الله يا ربي تكون جيدة على العالم كامل. بسلام عليكم وتصبحوا على خير، إلى اللقاء.